يلا بينا نعمل اسهل والذ سندوتش ممكن نعمله واحنا واقفين في المطبخ، مش هياخد مننا دقايق. طبعا ينفع للفطار او للعشاء. انتوا عارفين بقى الحر بقى، مش عايزين وقفة كتير في المطبخ ونقعد نعمل في اكل وكده كتير. بجد الوصفة دي لذيذة، وخصوصا بقى الناس اللي بتحب الجبنة تكون سايحة والعيش يكون فيه سنة قرمشة هيحبوا الوصفة دي جدا. طبعا الحشو زي ما انتم ما بتحبوا، ممكن تلعبوا فيه زي ما انتم عايزين. وعايزه اقول لكم بجد ألذ كمان من الحواوشي، لو جربتوها هتحبوها بجد. يلا بينا اقول لكم انا عملتها ازاي. انا جبت العيش البلدي بتاعنا الحلو ده. عملته كده بايدي، فتحته بايدي، ممكن حابينه بقى تقصوه بالمقص كده، بس انا استسهلت وعملت بايدي. هنا بقى ميكس جبن، جبنه موتزاريلا على جبنه رومي. اي جبن عندكم، ممكن لو حتى في جبن المثلثات او الجبن اللي هي المربعه دي، ممكن برضو تحطوا منها، هيديها طعم طبعا احلى. انا حطيت الموجود عندي. اول واحد انا حطيت ميكس جبن، وتاني واحد حطيت جبن، وقلت بقى ايه احط بقى اللانشون معاه كده. ممكن بقى تغيروا في اللانشون، تحطوا بسطرمة، تحطوا الحاجة اللي انتوا عايزينها، او زيتون او فلفل براحتكم. وفي طاسة بقى على النار حطيت حتة زبدة كده صغيرة، يعني معلقة صغننة خالص، علشان تدينا اللون الحلو الذهبي. وبضغط بقى كده بالسباتيولا بتاعتنا، ولحد بقى اما الجبنة تسيح معانا على الجنبين كده. بصوا بقى كده الجبنة كده تمام ساحت، بطلعها بقى من على النار. ودي بقى بعد ما خلصتها، عايزة اقول لكم سهلة لذيذة سريعة، مش هتاخد في ايدينا يعني دقيقتين بالظبط. لو جعانين كده وعايزين حاجة سريعة كده في الحر ده، بجد الوصفة دي جميلة، ولو جربتوها هتعجبكم جدا. طبعا الحشوات انتوا براحتكم بقى، ممكن تحطوا زيتون، تحطوا فلفل. وبصوا بقى الجبنة بقى بتمط ازاي، بجد تحفة قوي. طبعا لو حابين تضاعفوا الكمية دي حاجة بترجع لكم. وعايزة اقول لكم ان الوصفة بالعيش البلدي بجد تحفة. انا جربت بالفينو قبل كده، وجربت بالعيش الشامي، بس في العيش البلدي بجد ليها طعم تاني، يعني كأنكم بتاكلوا حواوشي بس بالجبن. وعايزه اقول لكم اطعم واحلى كمان من الحواوشي اللحمه، وبدون بقى فراخ وبدون لحوم، حاجه كده خفيفه ولذيذه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واللي اول مره يشوف الفيديو او يشوفني، ما تنسوش بقى لايك وشير ومتابعه عشان الكل